لما لقيتها عمالة تعيط كده قربت منها، وفعلا لما قربت منها حسيت بحرارة كده، حسيت بحاجة. يعني الست دي جميلة قوي بمعنى الكلمة. فجأة كده صحيت من النوم مفزوعة على صوت ماما وهي بتقول قوم يلا يا احمد قوم بسرعة. قمت اتخضيت وقلت لها في ايه يا اما، ايه اللي حصل؟ يا رب الدنيا هتكون كويسة، في ايه؟ قالت مفيش حاجة حصلت وحشة يعني. لقيتها قعدت كده جنبي على السرير وقالت لي فاكر طنط فاتن؟ طنط فاتن؟ قلت لها مين طنط فاتن دي؟ قالت لي فاتن دي كانت يعني زميلة ليا اللي انا كنت بكلمك عنها على طول، وهي كانت موجودة في دولة عربية. قلت لها انتي كنتي بتتكلميني على طول عنها؟ اه فعلا، ده كنتي دايما بتتكلمي معاها على الماسنجر وكده، وهي زميلتك من زمان. قالت لي ايوه فعلا، ده هي صاحبتي من زمان وكده، وهي كانت متجوزة قبلي كده بحوالي 5 سنين، وكانت متجوزة قبل حتى ما اخلفك، وهي دلوقتي موجودة. لما اتجوزت وسافرت يعني كانت مسافرة مع جوزها استراليا، وقعدت تقريبا هناك حوالي كده 20 سنة، وانا ما شفتهاش الفترة دي كلها. كنت بس يعني مجرد ما بكلمها كنت برتاح وبطمن، وكنت دايما بحكي لها على مشاكلي وبعتبرها دايما زي اختي. وانت عارف ان احنا دلوقتي يعني عايشين مع بعض وملناش حد يعني، ولا معانا حد يونسنا. طبعا انا كنت كل الكلام ده كنت مستغرب كلام امي يعني عنها وعلى طريقة كلامها عنها، بس كنت ساكت يعني لغاية دلوقتي. انا معرفش ايه الموضوع وهي ليه اصلا بتقولي كده، لدرجة ان انا لقيت ان امي كمان بتقول ان هي اتطلقت وانفصلت عن جوزها. وامي جايه تقولي تخيل ان هي بعد 15 سنة جواز مش عندها حتى ولاد ولا عندها مكان، وربنا يعني ما رزقهاش بولاد. وتعرف لو ربنا كان رزقها بولاد دلوقتي كان هيبقوا يعني اكبر مني وكده، لان انا تقريبا يعني عندي حوالي 19 سنة وهي متجوزة من قبل امي يعني ب5 سنين. انا طبعا كنت مستغرب ان امي عمالة تتكلم عنها بالطريقة دي. طيب قلت لها وايه المشكلة دلوقتي؟ قالت لي بص، المشكلة ان هي يعني لما اتجوزت زميلتي دي اتجوزت جوزها ده غصب عن اهلها وسافرت معاه، ودلوقتي يعني طبعا اهلها اتبروا منها علشان اهلها ما كانوش موافقين على جوزها ده من زمان، ومحدش فيهم دلوقتي عاوز يتعرف عليها ولا يكلمها. واكيد يعني هما مش هيرضوا بيها بعد السنين دي كلها وبعد العمر ده كله. ده هي بقالها 15 سنة كمان ما تعرفش عنهم اي حاجة ولا تعرف حاجة عن اهلها، ولا هما يعرفوا عنها حاجة. فدلوقتي هي نازلة وما عندهاش حد تروح له. انا دلوقتي يا احمد عرضت عليها ان هي يعني تيجي تسكن معانا في الشقة يعني وكده. ايه رأيك تيجي تقعد في الشقة اللي هي فوقينا؟ قلت لها شقة انهي شقة دي ياما؟ قالت لي شقتك. انا يعني كان عندي شقة يعني فوق الشقة اللي احنا قاعدين فيها. بابا الله يرحمه اشترى لنا شقتين، كان شقة قعدنا فيها، وشقة يعني كانوا سايبينها يعني ليا لحد يعني ما اكبر واتجوز. وفعلا من كام سنة يعني تقريبا من سنتين 3 بدأت امي تشطب لي الشقة دي، وانا كنت ساعتها لسه في الجامعة، يعني كنت لسه في اولى جامعة. اول ما دخلت الجامعة كانت امي عمالة تشطب فيها. دلوقتي طبعا انا وامي بناخد المعاش بتاع ابويا. امي بتصرف منه شوية على الشقة علشان يعني تجددها وكده وتبيضها، وبتصرف شوية علينا، وهي ماشية ومفيش غيرنا دلوقتي انا وهي. ربنا يخليها لي طبعا. انا ساعتها بصيت لامي باستغراب وقلت لها شقة مين؟ قالت لي شقتك اللي فوق، ما هي احنا شطبناها وما عادش فيها الا حاجات بسيطة انا هخلصها. انا هديلها الاوضة اللي متشطبة وجاهزة، وكمان هطلع لها كنبة كده او اي حاجة تنام عليها، بدل يعني يا ابني ما تقعد في الشارع كده وتترمي في الشارع وهي ملهاش دعوة، ملهاش حد يعني. وهي طبعا دلوقتي راجعة ومش عارفة تعمل ايه، بس ده يعني وضع مؤقت. قالت لي يعني كده. قلت لها انا ما اقدرش اقول حاجه يا يما، اللي انت عايزاه. انا طبعا ما بستفادش بالشقه دي غير يعني كنت بجيب صحابي ونسهر فيها كده، او نتفرج على ماتش يعني في الشقه وكده. فامي لما لقتني متضايق من الموضوع ده قالت لي خلاص مش مشكله، ولو عايز صحابك يعني يجوا يسهروا في الشقه هنا عندي عادي، انا ما عنديش مشكله، او يتفرجوا على الماتش عندي عادي برضو ما فيش اي مشكله. قلت لها خلاص يما طالما انتي موافقه عادي ومبسوطه وسعيده خلاص ما عنديش اي مشكله. واتفقت معاها خلاص ومفيش اي مشكله. وان كان على اصحابي يعني اضطريت بقى ان انا لو كده هنزل ان انا اقابلهم بره واروح اقعد عندهم، او نقعد على اي قهوه يعني ونتفرج على الماتش وكده، او هجيبهم كده مره في الشهر عندنا في الشقه كده وخلاص. قلت لها طيب يا امي هي طنط فاتن دي هتيجي امتى؟ قالت لي والله ما اعرف، بس هي كده مكلماني من 3 ايام، من 3 ايام يعني، ومفروض ان احنا هنروح نقابلها في المطار.
ابويا الله يرحمه يعني كان شغال شغلانه كويسه قوي، كان موفر لنا بقى منها عربيه وموفر لنا السكن اللي احنا قاعدين فيه، وكان عامل لي يعني كان عامل بيت كده دورين. انا وامي عايشين في الدور الارضي، والدور التاني ده زي ما قلت لكم ان هي كانت سايباه شقه ليا. المهم ان احنا كنا برضو موفرين عربيه، وكان معانا برضو شويه فلوس في البنك بس بتجيب لنا ارباح بسيطه قوي، وكنا عايشين على الارباح دي. المهم روحنا بعد 3 ايام كده نجيب فاتن من المطار، وقعدت مع ماما، واول ما شافت ماما يعني قعدوا يحضنوا بعض ويتكلموا مع بعض اكتر من 5 دقايق. انا كنت ساعتها واقف بالعربيه في المطار، وكنت واقف في الشمس ومستنيهم عما يخلصوا. عادة الستات يعني ان هما لما بيتقابلوا كده مع بعض بيقعدوا يتكلموا مع بعض كتير وبيطولوا. هي برضو يعني امي ليها الحق، ما هم شافوش بعض من فترة كبيرة، مع انهم يعني كانوا بيتكلموا كل يوم على النت وكده، بس يعني بما انهم شافوا بعض كده فيس تو فيس من حوالي 15 سنة فكانوا فرحانين جدا. المهم لما جت وماما ركبت جنبي في العربية، رحت فتحت الشنطة بتاعة العربية وفتحت باب الشنطة يعني علشان تحط حاجتها، وحطيت الشنطة بتاعتها. كانت شنطة صغيرة يعني مش شنطة كبيرة، مش شنطة واحدة جاية يعني بعد 15 سنة ومسافرة وكده، ده شنطة يا دوب بس شايلة فيها حاجات زي مكياجات كده خفيفة وشوية فلوس خفيفة. المهم ان انا حطيت الشنطة من هنا ولقيتها كده فرحت واختفى في عينها الحزن، وهي بتسلم عليا لقيتها كده بتقولي ازيك يا احمد، ده انت كبرت اهو، بقيت راجل خلاص. المهم قلت لها اهلا بيك يا طنط وكلمتها عادي. قعدت بقى تتكلم مع امي وقعدوا هما الاتنين يتكلموا مع بعض لغايه بقى ما روحنا في الشقه. وبعد ما دخلنا الشقه بتاعتنا كانت ماما يعني مجهزه لها العشاء، كانت عامله لها عشوه حلوه، وكانت يعني كلام دوت الساعة 1 بالليل. وبعد ما اتعشينا وقعدنا شوية قالت انا عاوزة اريح بقى لاني تعبانة وكده من السفر وعايزة انام شوية. فامي قالت لي خد معلش الشنطة بتاعتها وطلعها لها فوق. قلت لها شنطة ايه يا امها، ده ما معهاش شنطة، ده هي شنطة صغيرة. قالت خلاص روح وصلها يعني للشقة وكده. وقالت لها انا فرشالك سرير يعني في الشقة اللي فوق. وفعلا امي كانت عامله لها كده كنبة تنام عليها، كنبة شبه سرير كده، عارفين الكنبة اللي هي بتتفتح وبتتفرد وبتبقى سرير. وكانت حاطه لها شاشه كده صغيره قديمه عندنا، وحطت لها برضو تلاجة صغيره حطت فيها شويه فاكهه. وقالت لها لو عوزتي اي حاجه بالليل او لو عوزتي اي حاجه اتصلي عليا او اتصلي يعني على ابني وكده وهو هيجيب لك كل اللي انت عايزاه. راحت رده وقايله ربنا ما يحرمنيش منكم. بعد كده بقى اخدت طنط فاتن وطلعت بيها انا على السلم، وكنت شايل الشنطه بتاعتها وكنت ماشي معاها علشان يعني افتح لها باب الشقه فوق، وهي كانت ماشيه ورايا. وحسيت كده بضرباتها على السلم، هي ست كده عافيه، ست كده قويه مش سهله كده. لما طلعتها الشقه وفتحت الشقه ودخلتها، دخلت الأوضة وأنا قعدتها بقى ورحت وريتها السرير بتاعها ووريتها كل حاجة في الشقة. راحت قايله لي شكرا يا احمد ربنا يخليك، انا مش عارفه اشكرك ازاي ومش عارفه ارد جمايلك دي ازاي، بس بجد يعني انت كبرت وبقيت كبير كده وبقيت راجل، يعني بقيت كده حاجه كويسه حاجه تملى العين، ربنا يخليك لماما وكده. طبعا بصت لي كده وبصت لي بصه وهي بتضحك، انا اخدت بالي منها يعني. المهم اخدت نفسي كده ومشيت نزلت تحت. ولما نزلت كنت بفكر بقى في الست دي وبقول معقولة يعني ده ست فاتن دي جميلة قوي وحلوة وما فيهاش اي مشكلة، يعني ايه اللي يحصل يعني او ايه اللي يخلي جوزها يعني يسيبها بعد الزمن ده كله وبعد العشرة دي كلها؟ يعني لو كان على موضوع الخلفة طب ما كان اتجوز تاني وكان يعني خلاها عادي على ذمته بدل البهدلة والشحططة اللي هي فيها دي. طبعا اسئلة كتيرة قوي دارت في دماغي في الليلة ديت، بس قلت يلا انا مالي وقلت مش مشكلة. ولما نمت بقى وصحيت، صحيت على جرس الباب الساعة 10 الصبح، ولما فتحت الباب لقيت طنط فاتن قدامي. بس المرة دي بقى لقيت قدامي حاجة كده حاجة ولا في الخيال. انا ساعتها كنت مستغرب ما كنتش مصدق، يعني معقولة مش معقولة دي طنط فاتن اللي كانت جاية امبارح تعبانة ووشها مرهق ووشها باين عليها التعب؟ لا لقيت كده واحدة جميلة. سلمت عليا وراحت داخلة. قالت امال ماما فين؟ قلت لها لا ده هي لسه نايمة، عن اذنك يعني اروح اصحيها. قالت لي لا لا انا مش غريبة انا هدخل انا اللي اصحيها. وفعلا دخلت على ماما علشان تصحيها. وبعد ما قعدت معاها شوية كده لقيتها طلعت من عند ماما وقالت لي على فكرة يا احمد انت شقتك جميلة جدا وهادية، معلش انا اخدت شقتك يعني دلوقتي مؤقتا يعني لحد ما ربنا يكرم عليا، انت عارف ان انا ربنا يعني ربنا ما يحرمنيش منكم، انت عارف مشكلتي وكده وعارف ان انا ما عنديش اي مكان انام فيه، وانت عارف ان اهلي يعني من زمان انا سبتهم علشان اتجوز وفي الاخر يلا اهو سابني لوحدي كده وخلاني انزل لوحدي وما سألش فيا.
قلت لها انا عندي استفسار يعني، بس لو مش هضايقك او انا ما بحبش اتدخل في الخصوصيات وكده، بس انا نفسي اسالك السؤال ده. قالت لي اتفضل طبعا. قلت لها ممكن اعرف هو ليه سابك رغم ان هو يعني كان ممكن يتجوز عليكي عادي. قالت لي بص انا ما اقبلش على نفسي ان هو يجيب لي ضرة، وعلشان كده انا اللي نزلت وطلبت الطلاق. وقالت لي على فكرة ان يا احمد انت شكلك كده شهم وراجل بجد، يا بخت طنط بيك. المهم قعدنا وفطرنا مع بعض، وقالت لي انا نفسي كده اطلع اشم شوية هوا يعني بره وكده. وقلت في سري خلاص، طب ما ايه رأيك نطلع كلنا رحلة كده على البحر؟ وفعلا طلعنا على البحر انا وهي وماما. وبصراحة انا الرحلة دي كنت مبسوط بيها جدا، اول مرة بحياتي حاجة تشدني بالشكل ده. الست يعني دي شدتني بطريقة غريبة قوي، كلامها كده منمق وكلامها حلو وجميل واسلوبها كويس وجميل، كل حاجة فيها كانت حلوة. امال ايه اللي حصل؟ انا بيني وما بينكم ما كنتش مصدق كلامها. ايه اللي نزلت بعد 15 سنة علشان موضوع الخلفة والكلام ده؟ انا الموضوع ده ما كانش داخل في دماغي. انا برضو كان نفسي اعرف ايه السر. ولما روحنا قالت لي دخل طنط يعني ماما وكده علشان ما تتعبش وتعالى طلعني. المهم طلعتها الشقة، ولما فتحت باب الشقة دخلت انا وهي. المهم لما دخلنا حكينا شوية، ولقيتها عمالة تكلمني كده على جوزها وعلى هو اللي كان بيعمله معاها وكده، بتقول ان هو كان مش كويس، كان يعرف ستات كتير قوي عليها، وهي ما قبلتش كل ده على نفسها، وطول عمرها كانت محافظة يعني على نفسها وكلام من ده. بس الواضح كده ان هو ما بقيش عليها. كانت بتتكلم وهي حزينة وبتعيط. طبعا انا ما قدرتش امسك نفسي غير لما قربت منها وطبطبت عليها. الغريب ان انا لما قربت منها حسيت بحرارة كده غريبة، حسيت بحاجة. الست دي جميلة جميلة بمعنى الكلمة. انا بصراحة خايف ومش عارف هنوصل مع بعض لغاية فين. انا لما قربت منها كده طبطبت عليها كده شوية وحاولت ان انا ابعد، بس حسيت ان هي يعني متعلقة فيا. اي نعم هي ما حصلش ما بينا اي حاجة، بس هي ممكن تكون يعني معتبراني ابنها، ممكن بقى حاجة تانية. انا مش فاهم ومش عارف بصراحة، انا محتار ومش عارف اعمل ايه، وخايف الست دي يعني تكون حاطاني حاجة في دماغها كده، ولا لاني بحس كده بنظرات غريبة من ناحيتها. فانا مش عارف اعمل ايه واتصرف ازاي. انا طبعا حبيت ان انا اقول لكم القصة دي علشان تنصحوني كشاب ازاي ان انا يعني اقدر على المواقف دي، ان انا اعديها او اتجنبها ازاي. وعارف وفاهم ان انتوا اكيد بتتعرضوا كده لمواقف زي دي في حياتكم، عارف ان انتم يعني اكيد هتفيدوني باي نصيحة، فانا مستني منكم كل ارائكم وتعليقاتكم.